ما فيش. خطوات الشيطان ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أول خطوة اسمها النزغ، اسمها النزغ. والنزغ في اللغة يقولوا زي الطعن السريع كده، يعني يجيب لك معلومة سريعة هكذا ويسيبك. هذه الخطوة الأولى. والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. وأكبر انتصار يحقق الإنسان ضد الشيطان إنه يدرك هذا النزغ، يعرف إنه هذه الآن طعنة من الشيطان. أما إذا ما أدركش ستروا إنه المسألة تمشي بخطوات. فالنزغ هنا معلومة يقدمها الشيطان بشكل سريع. وأنا دائما لما أطرح المحاضرة دي أضرب مثال دائما أكرره حقيقة، لأنه قلت له قصة واقعية حصلت معنا. مرة أنا أتحدث عن معركة اليرموك، وقائد المعركة كان كأنه خالد بن الوليد، وبعدين يسأل عن جيش الروم كأنهم قالوا له 240,000 وهو معه 40,000. لاحظوا لما الاستطلاع قال له أنه جيش الروم 240، إيش قال؟ قال وددت لو أنهم الضعف. تقول إيش الرجال هذا؟ يعني تخيل يقول عبارة زي دي. طبعا أنا وأنا أقول العبارة دي تصور قلت لي قشعريرة إنه في رجال بهذا الحجم يعني. فأقول لهم تخرج مني عبارة كذا، أقول لهم على الحساب هذا ما فيش رجال اليمن. تصوروا هنا في واحد بالمجلس مثلا في بيني وبينه خلاف سابق، الشيطان يجي يعمل له نزغة، يقول له ذا يقصدك، هذه النزغة، هذا يقصدك. لو هو عاقل وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجال اللي تحكي عن خالد بن الوليد ما دخلي بالموضوع، خلاص حرقه، استعذ بالله وانتهى الموضوع. إذا لم يستعذ بالله وقبل المعلومة، الآن لاحظ يأتي له في موقف ثاني بالخطوة الثانية، وهي الوسوسة. الوسوسة اسمها الوسوسة. والوسوسة الله جاب سورة كاملة يقول لك انتبه انتبه انتبه، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والوسوسة عرفها علماء اللغة حديث النفس بغير انفعال. لاحظوا النزغ عادة معلومة، لكن الوسوسة حديث نفس قديم. كيف يعني؟ يجي الشيطان عنده يقول له ايش قصده ما قال انه اليوم هذه ما فيش رجال؟ من شايف نفسه هذا ذلك؟ يعني اذا شايف نفسه يعني انه يعرف يتكلم، هذا سافر اوروبا، سافر معه حزام اسود كاراتيه، يعني شايف نفسه من يعني. لاحظوا الان المعلومه بدات تكبر، هذه اسمها وسوسه، بس عاد الضغط ما ارتفعش. المعلومه بدات تكبر، الان اصبحت قد بنيت فكره، وهذا واحد يشتي يربيه كذا قدم من ضمن الوسوسه، يشتي واحد يربيه. الموطن الثالث او الخطوه الثالثه سماها القرآن المس. المس، ايش المس؟ يجي يعيد الفكره نفسها، انه هذا جالس يحتقر الناس. من يقولوا له والله يشتي واحد يلاقي يعمل له مضرب، يوري له انه في رجال ولا مش رجال، وربما يصل الى انه حتى يحدث نفسه وهو بالغرفه. هنا الفكره بدات تمس الانفعالات حقه، قد غضب. الله يقول لك عند الخطوه دي تراجع من هنا وانت من المتقين.